وصفتنا اليوم شوربة الفطر بالكريمة من ألذ وأشهى الوصفات. راح أسويها بطريقة سهلة جدا وبمكونات بسيطة. فطر، نعناع يابس، ملح وفلفل أسود، بصل وثوم ومعدنوس للتزيين. عندي هنا نظفت الفطر وثرمت البصل والثوم بهذا الشكل. جبت طاوة خليتها على النار وضفت ملعقتين طعام زيت، ربع راس بصل مفروم، وفص واحد من الثوم. طبعا التحريك مستمر لأن على نار عالية. وراح أضيف نص كيلو فطر، إذا حابين فطر خشن تقدرون بس تقطعوه. أنا مختارته كلش ناعم، شكله كلش حلو، ما احتاج أتقطعه. رشة من الفلفل الأسود ورشة ملح وملعقة كوب نعناع يابس، راح ينطي نكهة كلش طيبة. راح أحركه، طبعا النار عالية لأن ما أريد الفطر يذب المي مالته. من وصل عندي هاي المرحلة صار ذهبي، ضفت كوب من كريمة الطبخ. إذا ما عندكم كريمة الطبخ تقدرون تستعملون حليب وملعقة طعام نشا وياه حتى ينطي سخن شوية. راح أتركه على نار هادئة لمدة تقريبا 3 ساعة. وصارت عندي الوصفة جاهزة، ريحتها كلش طيبة وطعمها يجنن. إن شاء الله تكون عجبتكم.